هذيك الماده اللي سميتها في اللي كتباع في الفارماسيانات، يعني اللي قانونيه. لكن مع الاسف هناك حويجات اللي خطيره وخطيره جدا على لا فيرتيليتي ديال الشبان والشابات. نجيو الشبان اولا، نجيو الشبان ونجيو العروبيات وداك الشيء والسواق. مرحبا. هذاك مول البوق. ومنهم واحد راه تشد في الحبس. هذاك اللي كيبان كان في اليوتيوب ولا في وسائل التواصل الاجتماعي تيقول لك هذا وكذا. نبداو بمولين السواق. مرحبا. كيكونوا شي وحدين في السواق تيبيعوا العشوب، وكنحترم الناس اللي كيبيعوا العشوب بالمعقول. كاينين عيالات وكاينين رجال اللي كيكونوا في السواق وتيبيعوا عشوب معروفين عاديين حاطينهم قدامهم، ممكن انك انت تقلب هذيك العشوه وتشمها تعرفها. وكاين بزاف ديال الحوايج اللي الامانه الجد ديالي انا، جدي من الام ديالي الله يرحمهم جميعا وجميع المسلمين، كان عطار، يعني من دوك العطار الاشداء. والصغر ديالي كان كيعلمني شي حوايج اللي هما صعيب باش يعرفهم المواطن العادي. بحال دابا الا بغينا نقولوا مريوتا ولا بغينا نقولوا هذه معروفه عند العام والخاص، ولكن بعض الحوايج باش تعرف اشياء اللي ما كيعرفهاش اللي تقدر تزور باشياء اخرى. بحال مثلا لا ريزين داك كيقولوا هما الصبر حار بزاف، الصبر بالعربيه الفصحى. بحال مثلا لو بافو هذاك سميتو الخرشاشه اش الطريق هذا. المهم علمني بزاف ديال الحوايج اللي وسعت المعرفه ديالي بالنباتات، وبالتالي هذوك العشابه وهذا الشيء كنقدر نتفاعل معاهم. يعني الحراميات وداك التخربيق ما يديرهاش مع عبد ربي. مثلا كنمشي كنتعرف مثلا عدد من العشوب كتهرسوا وتعرفوا. علمني بزاف ديال الحوايج. هذا كان الله يرحمه ويوسع عليه وجميع المسلمين، وراه معروف. العشابه كيف في السوق تيدير بوق ما يديرش البوق شغله هذاك، تيشد رجلو تيهزها هنا. انا كندير رجلي هنا شي مرات ندير يهز رجلو يحطها هنا ويدير وهذا وهذا وهذا، وكيبين لهم زعما راه شي حاجه وكيهضر على المسائل شويه كيدوز الامور اللي هي حساسه جدا وكل شيء كينتظرها وكل شيء كيطلبها هي الامور الجنسيه. هنا كيقول لهم هذا راه كيدير وكيفعل وكيترك. فيهم ناس كيديروا عشوب عاديين ممكن الاستمراريه مع الشروط اللي غادي يقول ليه يرجع كما كان ولا يبقى في هذا كبير ولا صغير. وكاينين اللي كيجيبوا هاد الكينات اللي كتبيريما ولا كيجيبوهم كيجيو مع الاسف من الجنوب وتنقولها خاص الديوانه وخاص الشرطه وخاص والدرك الملكي وقلنا والسلطات المحليه خاصها تخدم على هذا الشيء من المواد اللي كتطلع من الجنوب. راه الجنوب ولا راه فم خطير جدا نحو الشمال من الحدود الجنوبيه. راه كاين شي حوايج كيطلعوا ما كيتقلبوش، راه كاين التخلويض في الحدود، راه كاين بعض الناس اللي مكلفين بالامن ديال البلاد والمراقبه ديال البلاد، راه شي حوايج كيطلعوا. وغتعاود القضيه اللي كنا تبعناها ديال هذاك خينا المعروف اللي مشاو فيها عدد من الدركيين وعدد من المسؤولين الدركيين مشاو للحبس، وتلقاه هذاك خينا وهرب لواحد الدوله وعاود رجع وشبعان باسبورات، وكيجي واحد تا هو راه في الحبس كبير في ديك الدوله. وعلى هذا الشيء تنقول بان حضيو راسكم، راه الرموكات كيطلعوا بالسلعه.